بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ألعاب القوى المصرية في مصر والوطن العربي، لنا لقاء مع القيمة والقامة كابتن ياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى في النادي الأهلي المصري. كابتن ياسر، أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن وسام، واهلا بيك كلكم ان شاء الله وبالبطوله كلها ان شاء الله. الله يخليك كابتن ياسر. كابتن ياسر، احنا على هامش بطولة الجمهورية تحت 14 سنة. تقول ايه عن البطولة والمستويات اللي احنا شفناها في البطولة، ورسالة موجهة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فودة؟ والله بقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم وبدايه سعيده ان شاء الله وموفقه. ويمكن ده سبب من الاسباب الرئيسيه اللي خلانا نشارك في هذه البطوله، ان بدايه فتره جديده لاتحاد جديد ان شاء الله، وموفقين ويحققوا باذن الله تعالى. يعني نقول بقى اعظم انجازات على مستوى العاب القوى المصريه، وتشرف ان شاء الله الدوله المصريه والرياضه المصريه. كابتن ياسر، متعودين دايما ان النادي الاهلي العريق بلعيبه وعدائين وكل مسابقات العاب القوه داخل الجهاز الفني لالعاب القوه بالنادي الاهلي دايما بيفرحونا في بطولات مصر والبطولات الدوليه. ايه المنتظر الموسم الجديد 2025 من العاب القوه بالنادي الاهلي اللي دايما مفرحانا داخليا وخارجيا على المستوى الدولي؟ والله ان شاء الله ان شاء الله زي ما احنا متعودين، العاب القوى الاهلاويه باذن الله معودانا، وهنحاول نحافظ على الصداره وامداد المنتخبات، واخص بذكر طبعا اتحاد العاب القوى باللعيبه الممتازين على جميع المراحل السنيه اللي خطه الاتحاد بتقوم عليهم، سواء كان بنين او بنات. واحنا شايفين النهارده هو بطوله 14 سنه، يمكن زي ما قلنا بدايه جديده. بسم الله ما شاء الله، عندنا ابطال كتير واعدين، والحمد لله شفناهم في جميع الالعاب، وزي عهدنا بالنادي الاهلي الحمد لله هو مصدر امداد لجميع المنتخبات المصريه. احنا مجهزين يعني قاعده كبيره من الاولاد، مش عايز اقول ناشئين، البراعم اللي اصغر من الناشئين والناشئات، دول نواه باذن الله تعالى فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر بعون الله وتوفيقه، ويشرفوا الاتحاد ويشرفوا مصر كلها باذن الله تعالى. كابتن ياسر، لما يكون في نجاح منظومه داخل منظومه النادي الاهلي الكبيره وهي منظومه العاب القوى، طبعا النجاحات متتاليه في جميع الاجهزه الفنيه وجميع الرياضات داخل النادي الاهلي، ولكن خلينا نتكلم على هامش بطوله العاب قوى، فاحنا بنتكلم عن جهاز فني لالعاب القوى. النجاح الموجود في جهاز فني لالعاب القوى هو اكيد وراه مجلس اداره داعم برئاسه الكابتن محمود الخطيب. بننتهز هذا اللقاء وتوجيه كلمه لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. بقول لهم شكرا على دعمكم الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي والحاضر والمستقبل. طبعا الدعم ده لجميع الأجيال بتسلم أجيال زي شعار النادي الأهلي، على مستوى مدربيني وعلى مستوى العبد لله وعلى مستوى الولاد بتوعنا اللي هيحلوا محلنا بإذن الله. مجلس إدارة النادي الأهلي ما بيبخلش بأي مجهود على أساس إن الفرقة بتاعتنا تبقى دايما في حته مميزه عن باقي الاول المنافسين. ده طبعا بيصب في مصلحه المنتخبات ومنتخب العاب القوى. النادي الاهلي بيوفر لنا كل سبل الراحه والعلاج ونقول بقى الماديات، سواء كان انتقالات او فنادق او ادوات او علاج طبي، او حتى مش عايز اقول يعني الترفيه. هي الدنيا كلها الحمد لله بتصب في ان احنا يبقى عندنا فرقه مميزه على مستوى الشرق الاوسط. فطبعا بشكر كابتن محمود الخطيب، بشكر اعضاء مجلس الاداره كلهم، بشكر اداره النشاط الرياضي كلها اللي عاملين بيها، القطاع الطبي والاداري والامن وكل الدنيا. بشكرهم واقول لهم شكرا ليكم، واحنا دايما نحسن ظنكم ان شاء الله. كابتن ياسر داوود، رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي العريق، سعدنا بلقاء حضرتك، ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله. سعدت بيكم ويا رب دايما بالتوفيق، وبنهني مجلس اداره الاتحاد بقياده العميد حاتم فوده وكل اعضاء المجلس، كلهم اخوه، وان شاء الله موسم سعيد. وبشكرك وبشكر كل الدنيا واسكندريه وكل المنطقه ومصر كلها. تحياتي كابتن ياسر. انتظرونا، ما تمشوش مع العاب القوى المصريه تستطيع. شكرا.